يا أهلا وسهلا، نورتوا القناة. كنتمنى تكونوا بألف خير وعافية. واليوم إن شاء الله غنحضر معكم ملكة الحلويات المغربية اللي هي غريبة السميدة والكوك. ضروري كنحضرها في العيد، ساهلة بزاف التحضير ديالها وبسرعة كتوجد وكتجي أكثر من رائعة. نخليكم تشوفوا المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. هنايا في واحد ديك الساعة غادي نهرس 6 ديال البيضات يكونوا متوسطين الحجم، نزيد عليهم واحد القبيصة ديال الملحة وجوج كيسان ديال السكر سنيدة، كل كاس فيه 150 غرام. غادي ناخد هنايا الفوي وغادي نبدا كنخد مزيان ولا كنطرب مزيان هاد البيض مع السكر حتى كيذوب لنا السكر. ممكن تستعملوا يديكم الا بغيتو بحال الطريقه العاديه ديال زمان. المهم كنحركو داك السكر مزيان مع البيض، من بعد كنزيد جوج كيسان ديال الزيت. كيف ما قلت لكم كل كاس فيه 150 ملل ديال زيت المائدة. غادي نزيد القشرة ديال الليمونة حامضة محكوكة ونرجع نخلط حتى كيتجانسوا العناصر مع بعضياتهم. السر يا البنات ديال هاد الغريبة هادي ما عندها حتى شي سر اخر من غير الكوك. الكوك الا كان ناشف راه عمرها ما تنجح لك، غادي تجيك قاصحة حجرة، ما غاديش تشقق نهائيا. السر ان داك الكوك يكون ميدم. خدي شويش ديال الكوك حكيه بين صباعك، الا طلق هو الزيت وجاك مزيت فهذاك يعني بان الكوك راه مزيان، واخا ديري به الغريبه ديالك راه غادي تجي ناجحه. كان الكوك ناشف فغير بعدي منه ما ديريهش في الغريبه. كيف ما شفتوا زدت انا هنايا نص كيلو ديال السميده، عفوا نص كيلو ديال الكوك، وغادي نزيد معاه جوج خمارات بوزن 8 غرام في كل خماره. نخلط الخليط مزيان هكا كنجمعو. هاد الغريبة أنا اللي كندير دائما تنغلب الكوك على السميدة باش كتجي بنينة وخفيفة هشيشة ومعلكة. ما كنغلبش نهائيا السميدة. صراحة ما كتعجبنيش داك الغريبة اللي كيكونوا مغلبين فيها السميدة، كتجي بحال كتاكلي الحرشة بالكوك. صافي بعد ما هنايا جمعت داك الكوك هاكا خلطته مزيان، غادي نزيد الكاس الاول ديال السميده نحركو ونزيد عاوتاني الكاس الثاني. انا كنخلط غير واحد شويه عاوتاني كنزيد الكاس الثاني ونعاود نحرك مزيان صافي حتى كيشرب لنا، حتى كتشرب لنا عفوا داك الكاس ديال السميده. بهاد الطريقه هادي صافي غادي نجمعها في واحد القنيت هكا وغادي نشدها ونخليها كترتاح. ضروري ما كنخليوها ترتاح ماشي بزاف، غير ربع ساعات حتى ل20 دقيقة على الأكثر. غادي نغطيها هكا بواحد البلاستيك ونخليها كترتاح لنا. من بعد ما كترتاح كناخدها وكندهن يدي بشويش ديال الماء زهر وغادي ندير هكا كواورات. ديروا الحجم اللي بغيتو، ديروهم كبابرين صغيورين يعني نتوما اللي يعجبكم. مباشرة كندوزوهم في السكر كلاصي. وهنايا واحد القضية، البنات اللي ما كتنجح لهمش الغريبة ولا كيشكوا فيها، ما تعمريش اللاطة كاملة وتدخليها للفران ومن بعد تقولي اي ضاعوا لي المقادير. نو، غادي تاخدي يا لالا هاد اللاطة هكا تكون غير صغيرة ولا لاطة كبيرة، ولا كدير فيها غير جوج حبات، كدير فيها غير حبة ولا جوج حبات، دخليهم للفران. منها كتشوفي واش غادي تسيح واش ما غاديش تسيح، واش غادي تجيك مزيانة واش غادي تحجر واش ما غاديش تشقق، واش الحجم ديالها هو هذاك ولا لا. ضروري ديما غادي ديري تجربة في وحدة ولا جوج وعاد كملي. شتي الغريبة ديالك صافي راها كتفكّع ومزيانة، فكملي وديري اللاطة كاملة ودخليها للفران. فكيف ما شفتوا أنا كنكركبهم، كنديرهم في السكر كلاصي، كنديرهم هكا في اللاطة ديال الفران، كنضغط عليهم واحد شوية هكا بالإصبع ديالي، غير واحد الضغطة خفيفة، كندخلوها للفران اللي مسخّن على درجة حرارة 180 درجة. النار كتكون من الأسفل من الأعلى، وكنديرها في الرف الوسطاني، ما كنهبطها ما كنطلّعها، كنخليها تقريبًا 13 14 دقيقة على الأكثر. 15 دقيقة كتكون عندكم واجدة ومحمرة، كتجي غزالة هشيشة بنينة. كنتمنى أنكم تجربوها. شكرًا لكم بزاف على المتابعة، نتشوفوا في الفيديو الجاي إن شاء الله، مع السلامة.